السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هذا الكيك اللي كيجي مفشفش ومسقي، كيجي رائع وسهل جدا في التحضير ديالو. تابعوا معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. ونبداو بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ. غادي نضيف كذلك كاس ديال السكر سنيده وقشور حامض باش غادي نسم. كنخلطوا المكونات جيدا حتى يبدا يبيض لينا الخليط، ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت، واحد ياغورت الفاني، كنزيد واحد المعلقه ديال العسل الحامض عوض الخل باش كيجينا الخليط خفيف ومفشفش. كنخلط المكونات جيدا ومن بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا. عندي 2.5 كيسان ديال الدقيق مع 2 ديال الخمارات ديال الحلوى ما يعادل 16 غرام. غنحرك الخليط جيدا وغناخذ واحد المول اللي كيدخل الفران، اي مول عندكم، كندهنوه بالزبده والشطه بالدقيق وكنضيف عليه الخليط وكندخلو للفران اللي كيكون ديجا سخون. كندخل الكيكه وكنقاس عليها لدرجه حراره 180 ونخليها طيب على خاطرها من الفوق ومن التحت. من بعد ما كطيب كنكون هنا ديجا موجده السيرو اللي فيه كاس ديال عصير ديال البرتقال، معلقه ديال النشا ومعلقه ديال السكر، كنديرهم على البوطاطا كيبدا يعقد وكنضيفو هكا. كنسقي به الكيك من الفوق، كنسقيها مزيان، كنسقبها شويه بالفورشيط وكنسقيها كيف كتلاحظوا معايا حتى كتشرب مزيان، وكنزينها باش ما بغيتو. ومني كتبرد كنقطعوها كتجي هشيشه ومفشفشه ومسقيه، كتجي رائعه. المذاق ديالها رائع بمذاق ديال البرتقال والحامض باش نسمت الخليط. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش تخليو لي اللايكات والتعاليق للتشجيع ديالي. شكرا على التتبع ديالكم.